السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معاكم سلوى الصديق لفرش العرايس. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معنا النهارده شقة عروسة جديدة. صورت لكم قبل الفرش كده. انا كده كنت بالفعل بدأت في النيش، فقلت ادي لكم لقطة كده من الشقة قبل الفرش بتبقى عاملة ازاي. كنت رصيت بس جنب واحد من النيش كده زي ما حضراتكم شايفين. هنا الريسبشن بتاعها. شوفوا الفرش، قولوا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انتوا بتتفرجوا كده على الفرشة قبل والشقة قبل، قولوا لي كلمة حلوة في الكومنتات، وصلوا على الحبيب المصطفى، وادعوا للعروسة بالبركة والهنا والسعادة، وادعوا لي كتير. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة توصل لكم. انا كنت نزلت على المنتدى ونزلت على كل الصفحات بتاعتي لقطات من الشقة دي، ولقيتكم متحمسين لها قوي، فقلت انزلها لكم ما اتأخرش عليكم. هنا كانت غرفة النوم. كان بقى التكييفات ما اتركبتش وكل حاجة ما اتركبتش كده ولحد ما مشيت كان التكييف ما ركبش بصراحة يعني. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه لما نبتدي بقى الشقة، في كل مكان في الشقة تقولوا لي رأيكم في شغلي وتقولوا رأيكم في ذوق العروسة وذوق العريس، لأن الشقة دي اللهم بارك اللهم بارك في حتة تانية. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان كده الكراتين بتاعت الحلل في البلكونة وكده، نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله من باب شقة عروستنا كده، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. الريسبشن كده مفتوح على بعضه، في دخلة الباب السفرة وقطعتين النيش والبوفيه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا كان ورا الباب بقى السماعات دي. كان نفسي اسيب لكم مقاطع والله من الاجواء اللي كنا فيها شغاله دلوقتي وانا بصور، بس انا شلت الصوت. اللهم بارك اللهم بارك. ربنا يفرحهم يا رب، هم بيحبوا الفرح. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها، اللهم امين. هنا السفرة بتاعتها مكونة من 6 كراسي. عملنا لها الرنر كده، واخت العروسة القمر حطت لها المكسرات وكل حاجتها، اللهم بارك. هنا كان صالون بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في الشезлونج اللي هو بتاع الاتنين المتخاصمين دول. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مكون من كنبتين كبار واتنين فوتيه والشезлونج ده. بسم الله ما شاء الله. شوف بقى تفاصيل الصالون، تفاصيل الترابيزة، اللهم بارك اللهم بارك. كانت الشاشة الكبيرة معلقة هنا، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. إيه عروستنا النهاردة أنا ما قلتلكوش إن هي من القاهرة ومتجوزة في دمياط. شوف بقى عفش دمياط وصالون وشغل دمياط. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوفوا القيمة وشغل الصالون، اللهم بارك. هنا بقى كانت القعدة العربي بتاعتها، اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. كانت بمساحة المكان كله، اللهم بارك. كانت على الأرض كده، كان بس ناقصها اللي هي الطقطقة الصغيرة دي. عملت لها أخت العروسة القمر، عملت لها المكسرات بتاعتها والشوكولاتات في الطبق ده بتاع التسالي، وكان طبق الكحك محطوط برضو، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. أقف لكم بس على تفاصيل الصالون، كان قمة الفخامة، اللهم بارك اللهم بارك. شوفوا القيمة والطبلات اللي في ظهر الفوتيه. كانت برضو نفس الطبلات اللي في الكشن واللي في الستاير والبرائع، اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. ربنا يسعدها ويهنيها، ادعوا لها بالبركة والهنا والسعادة. كانت موحدة برضو لون السجاد الصالة، الصالون والسفرة والسجادة اللي عند الباب دي. بسم الله ما شاء الله. حطت لها كده المكسرات والشوكولاتات كده أخت العروسة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وحطيت لها برضو على البوفيه كده الرنر ده وبتاعة المناديل دي، واللهم بارك. تعالوا بقى نشوف محتويات النيش مع بعض. عملت لها طقم الشربات ده في النص وعلى الجنبين طقم كاسات. وهنا عملت لها القارورة الألوان دي، وعملت لها تحت القارورة السيلفر ومعاها برضو بعض الكاسات. بسم الله ما شاء الله. عملت لها طقم الشاي والجاتو باللون الأسود كده من تحت، ما شاء الله اللهم بارك. أذواقها كانت عالية والخامات عالية، اللهم بارك اللهم بارك. يا رب يهنيها ويسعدها ويتم عليها، اللهم آمين. وتدوب حاجتها في الهنا والبركة والسعادة. عملت لها الطقم السفرة بقى بتاعها في البوفيه، بما انه هو زيه زي النيش كده زي ما حضراتكم شايفين. كان زجاج من بره وكان فيه برضو ليد، اللهم بارك.
اخت العروسه اللي عامله لها المناديل كده بالشكل الجميل ده. حطينا لها بقى الصواني كده، صوانيها كانت قيمه، قمه الفخامه اللهم بارك. وزعناها لها في الادراج كده زي ما حضراتكم شايفين. وعملت لها استعمالها برضو في المطبخ هنشوفه دلوقتي. عملت لها باقي الطقم الصيني كده، الطقم الشاي منه هنا. اللهم بارك، كان قيم جدا. الطقم الصيني بقى بتاع القصور، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عملت لها بالشكل ده. القطعة التانية بقى عملت لها من فوق برضو طقم قارورة كريستال، فيها جولد كده، نفس النظام يعني في الجنب التاني. وعملت لها ألوان في الرف ده، والسيلفر برضو تحت كده. وعملت لها هنا بقى طقم الخشاف كريستال اللهم بارك زي ما حضراتكم شايفين كده. ودخلت معاه بعض الكاسات السيلفر. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قولوا لي رأيكم بقى في رصة النيش وتنسيق كده في الألوان والجنبين زي بعض. وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. اللهم بارك اللهم بارك. وذوق العروسة القمر. القمر هي ذوق أختها يعني، ربنا يبارك لها في ابنها. هنا الجزامة كده كانت ورا باب الشقة. السترة دي بقى بتدخلنا على المطبخ والحمام وغرفة النوم. هندخل غرفة النوم الأول ونقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. غرفة النوم أنا كنت زينتها، وهجيب لكم برضو لقطة منها في الآخر كده. كنت زينتها بعد ما صورت، كنا مستنيين التزيين يجي من بره. عملنا لها السجادة المدورة دي كده في مدخل الأوضة، في مدخل الباب. وهنا الحمام الخاص بتاعهم، خاص بأوضة النوم. حطوا لها بقى الشامبوهات والشاورات بتاعتها والصابون وكده في الحمام. أخت العروسة برضو اللي معلقة لها الشنط، زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المفرش بتاعها كان قمة الرقة والفخامة اللهم بارك. بقف لكم على تفاصيله، بس هو التصوير طبعا مش مبينه. كان جميل جدا. وكان نفس نظام اللي هو المفارش بتاعت الأطفال. هنا اللهم بارك برضو اخوات العروسة اللي عاملين لها التسريحة، وهم بيحبوا يفردوا كل حاجة زي ما حضراتكم شايفين كده. انا كنت ناوية احط لها حاجات بسيطة واوزع بيها في الأدراج، بس هي الحاجة اللهم بارك برضو كتير اللهم بارك. وزعوا كده جزء هنا والباقي على تسريحة الأطفال هنشوفه برضو دلوقتي. هنا بقى تلاجة العروسة اللهم بارك، جايبين لها الشوكولاتات بقى والكنزات. أنا مش من عادتي إن أنا بفتح، بس أنا حبيت أوريكم بقى بتوع القاهرة جايبين إيه في دمياط. اللهم بارك اللهم بارك. العصاير بقى والكنزات اللهم بارك، والشوكولاتات كانت فوق كده. ما يعني حابين إن هم يعرضوا حاجتهم، ربنا يهنيهم ويدوبهم في الهنا والسعادة وياكلوهم في الهنا والسعادة اللهم آمين. تفاصيل بقى الستاير وغرفة النوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعالوا نشوف بقى محتويات الدولاب مع بعض. عملت لها الملايات بتاعتها الكبيرة في الرف كده. عملت لها 3 رصات زي ما حضراتكم شايفين، وباقي الملايات في الأوضة اللهم بارك هوريها لكم برضو دلوقتي. عملت لها رف فوط كده، وهنا ملابس العريس. ومن تحت حطيت لها كوفرتة وكوفرتتين، يعني واحدة شتوي واحدة صيفي، علشان ايه لو حابة تتغطى بحاجة ولا كده. والملابس الخاصة متعلقة. الجنب التاني بقى عملت لها من فوق الملابس الشتوي بتاعتها اللهم بارك اللهم بارك. ومن تحت بقى الصيفي والهدوم الخروج بتاعتها اللي هي الأطقم، معاها هدوم العريس. هنا بقى العبيان الصيفي ورا وقدام زي ما حضراتكم شايفين كده. عملت رصة جوه ورصة بره، وهنا برضو كان ورا وقدام اللهم بارك اللهم بارك. هنا باقي ملابس العريس. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في مفروشات على الدولاب ومفروشات على الدولاب التاني، وفي أوضة أصلا للمفروشات هوريها لكم دلوقتي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الشاشة كده كانت فوق التسريحة مقابل للسرير. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قولوا ما شاء الله. ربنا يسعدهم ويهنيهم ويتم عليهم يا رب العالمين، ويسعد عرايسنا. كانت جايبة لها المشاية اللي هي الشاك دي في الطرقة كده زي ما حضراتكم شايفين اللهم بارك. هنا الحمام اللي هو الحمام الكبير بتاع الشقة. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان كبير كده اللهم بارك زي ما حضراتكم شايفين. كان فيه الغسالة النص والبانيو اللهم بارك. رصولها برضو الشامبوهات والشاورات والمعطر والكريمات وكل حاجة هنا على البانيو. ومساحيق برضو، بعض المساحيق. بسم الله ما شاء الله. كان في حمام بلدي وعزكم الله وفرنجي وكل الحاجات ما شاء الله، لأن المساحة كانت كبيرة زي ما حضراتكم شايفين. وبعض المنظفات بقى فوق المراية وفي الضلف اللهم بارك اللهم بارك. كريمات كده اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. ربنا يسعدها يا رب وتدوب حاجتها في الهنا والبركة والسعادة. وهنا الصابون
حطولها على الرف ده كده، بسم الله ما شاء الله. كده الحمام الكبير زي ما حضراتكم شايفين كده، قولوا ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعالوا بقى نشوف المطبخ مع بعض. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انتوا شفتوه قبل، شوفوا بقى الروقان اللهم بارك، والسجادة الرقيقة الجميلة اللهم بارك اللهم بارك، كانت مدورة كده. هما اللهم بارك كانوا جايبين سجاد كتير، واحنا كنا بنختار لكل حاجة كده، فاحنا اخترنا دي للمطبخ. طبعا الحلل اللي فوق الضلف دي، اولا اللهم بارك ما كانش في مكان، ثانيا هما برضو بيحبوا العرض كده اللهم بارك، وبعد الفرح هينزلوه. دي كده تاني تلاجة. العروسة دي جايبة من كل حاجة تلاتة يا جماعة اللهم بارك. تعالوا بس نشوف لقطة على الفيو. والفرح بتاعها لسه كان بيتنصب كده هنا ورا اهي. كان الفرح بتاعها هيبقى في المكان ده، والفيو بتاعها كده زي ما حضراتكم شايفين. ربنا يسعدها يا رب. كان فيه طراوة اللهم بارك في المطبخ. هنا الغسالة الأوتوماتيك بتاعتها، والبانيو ده اللي هو شنطة المعالق بس على شكل بانيو كده، حاجات جميلة اللهم بارك. حطها لها على الرخامة كده. وهنا علقت لها الكاسات دي، بسم الله ما شاء الله. الألوان دي لتقديم الضيوف. كنت بس بسرج الليد اللي في المطبخ، نسيت أسرجه نسيت أنوره قبل التصوير. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. علقت لها برضو كاسات هنا الناحية التانية، وكده عملت لها بقى المجات والكنك. هنا بقى البوتاجاز اللي هو المحمول اللي بيلتقي ان ده، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. والبوتاجاز الكبير العادي بتاعنا اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله يا رب سعيدة ويهنيها. وده تالت بوتاجاز بقى اللي هو الصغير، الشعلة الصغيرة المحمولة دي. جايبة 3 بوتاجاز يا جماعة، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم بارك. هنا بقى الغسالة الأوتوماتيك بتاعتها اللهم بارك. حطيت لها بقى مجة الشوربة وطقم السكاكين ده. وهنا شنطة المعالق، بسم الله ما شاء الله. كنت عايزة أقرب لكم على المعلقة بتاعتها، بس كانت مغلفة، مرضتش أفتحها يعني عشان التراب. عملت لها بقى الإير فراير هنا، وطقم التوابل. وأخوات العروسة حطوا لها البرطمانات دي على الرخامة. وهنا بقى الشواية وطقم الحلل زي ما حضراتكم شايفين كده. كانوا عاملين نيش في المطبخ، بسم الله ما شاء الله لا يقل قيمة عن النيش اللي بره. حطيت لها فيها كل احتياجاتها برضو للضيوف، غير اللي حضراتكم شفتوه متعلق واللي في الضلف. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك اللهم بارك. عملت لها الترمس الزينة ده من فوق، وحواليه بعض الكوبايات والشاي والعصير. وهنا القارورة الكريستال دي والكوبايات برضو حواليها. وهنا بقى كاسات على الجنبين سيلفر، وفي النص الكاسات الكريستال كده ومع كوبايات، بسم الله ما شاء الله. من تحت بقى طقم الشربات ده، ومع برضو كوبايات، ومن تحت 2 شفشق مية. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أو رأيكم بقى في رصة النيش بتاع المطبخ اللهم بارك اللهم بارك. معلش أنا برضو حبيت أوريكم هم عاملين إيه في التلاجة اللهم بارك. ربنا يا رب يسعدهم وياكلوهم في الهنا. الدرج ده يا جماعة كله اندومي، عروسة عشقة الاندومي. حطيت لها طقم الشاي بقى والمجات. وهنا عملت لها بقى الصواني والمقالي والجريل وصواني الكب كيك ولبانة، ومن تحت صواني برضو. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا الضرفة دي عملت لها فيها وكلها برادات زي ما حضراتكم شايفين كده، وطقم كنك. برضو جايبة 3 طقم كنك، ده واحد على الرخامة، واحد هوريهولكوا دلوقتي. هنا البرادات اللهم بارك اللهم بارك. ومن تحت حاجات حوامل يعني زيادة على الرخامة، لقيت الحاجة هتبقى اوفر قوي. هنا بقى الخزين بتاعها الشاي والسكر والرز والكلام ده. وهنا الباسكت الأكياس بتاع الباسكت وكده، بسم الله ما شاء الله. هطلع بقى الكاتل والصواني القايمة دي برضو من فوق. عملت لها الضرفة اللي فوق التلاجة دي طقم الشوربة ده برضو، وطقم حوامل مجات. يعني ما حبيتش برضو أزحم الرخام أكتر من كده، رفعتهم لها لفوق، عندها بدايل تحت. عملت لها كوبايات العصير، وهنا كاسات اللهم بارك. وعملت لها الطقم الأكروبال بتاعها من فوق كده، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان جميل قوي اللهم بارك. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. وعملت لها برضو جزء من الطقم الصيني، كانت جايبة طقم صيني زي الطقم الصيني اللي بتاع النيش، وزعته لها هنا. هنا باقي الطقم الأكروبال زي ما حضراتكم شايفين كده اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. كانت أذواقها جميلة أوي، اختيارات أخت العروسة. ده الطقم الصيني اللهم بارك. وزعت لها بقى الأطباق منه مقاسات كده، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في الضرفة دي. عملت لها برضو معالق وطقم الفتحات ده.
هنا بقى الأدراج بتاعت الرفاية عملتلها معالق بقى وحاجات هستعملها جنب ايديها بسم الله ما شاء الله. من تحت عملتلها طقم السكاكين بقى والمقاور وكده اللهم بارك. وهنا بقى الحاجات الزيادة والمقصات الزيادة وكده ما شاء الله. لميت لها في الزاوية دي كل البلاستيكات بقى جوه وبره وكده بسم الله ما شاء الله، وتحت وعلب الغسيل والبلاستيكات وكده بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا تحت الحوض بقى حطيت لها المنظفات دي، والكيس ده سلك مواعين، ومن تحته كرتونة فيها اريال وحاجات منظفات يعني جمعتها لها هنا في المكان ده بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عملت لها هنا بقى من فوق بايركس طواجن وقوارب وكده وبراد، ومن تحت الطقم الأكرو بايركس باقي طقم الأكرو بايركس اللي في الرشاقة. وهنا باقي الصيني بقى بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الضلفة اللي هي الزجاج دي ما شاء الله. عملتهم يعني ظرف نيش كده بسم الله ما شاء الله. هنا الرشاقة حطيت لها الأطباق من طقم الأكرو بايركس بكوباياته بقى بالبولات بتاعته كله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عملت لها الضرفة دي بقى للأجهزة، الخلاط الكبير من فوق ومن تحت الخلاط الصغير، واتنين كبة، واحدة يدوي وواحدة كهربا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده طقم الكنكة التالت اهو. وحلل بقى بايركس اللي هي اللي عليها أشكال دي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المطبخ معانا كده خلص. قولوا لي رأيكم في الكومنتات في ذوقي وترتيبي وذوق العروسة بسم الله ما شاء الله. يا رب يسعدها ويهنيها ويتم عليها. هنا بقى كنت زينت الغرفة، هديلكوا لقطة بقى في الغرفة كده، شوفوا رأيكم بقى في التزيين بتاعي. حاجات بسيطة اللي هم جابوه يعني أنا عملته. فخت لها بلالين وعملت لها البجعتين دول على السرير زي ما حضراتكم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. يا رب يهنيهم ويسعدهم يا رب اللهم آمين. كان لسه بتنفخ في البالونة وبتديهالي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا بقى هنخرج على الريسبشن بسم الله ما شاء الله. الستارة بقى التانية اللي هي جنب التاني تدخل بقى على غرفة الأطفال، والغرفة اللي هي الزيادة اللي احنا حاطين فيها كل حاجتها. هنا كانت طرقة كده صغيرة كانوا حاطين لها فيها المرجحة بتاعتها، كانوا هيطلعوها في البلكونة ما شاء الله اللهم بارك. كان عندها 3 بلكونات تقريبا أو 4 اللهم بارك. فكانوا هيطلعوا المرجحة دي في واحدة منهم بعدين يعني بعد الفرح ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دي الغرفة بقى اللي فيها باقي المفروشات الزيادة وشنط هدوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والتكييف بقى والمكنسة والمكوى البخار والمكوى التانية والبطاطين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، واللحفة والسجاد الزيادة ما شاء الله والبلاستيكات الزيادة اللهم بارك اللهم بارك. والديب فريزر بقى دي تالت تلاجة يا جماعة، التلاجة اللي في غرفة النوم واللي في المطبخ والديب فريزر يبقى 3 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يسعدها يا رب يهنيها وتدوب حاجتها اللهم بارك اللهم بارك. تعالوا بقى نشوف غرفة الأطفال مع بعض. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. نفس الكوفرتا التركي بتاعت السرير الكبير كان قايم جدا جدا. كانوا موافقين كل حاجة مع بعض كده. كانت أخت العروسة ذوق قوي. سجادها كان جميل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اخترناه برضو مع بعض. كان جايبة سجاد كتير يعني واحنا اخترناه زي ما قلت لكم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني الحمد لله كان التكييف ده راكب يعني التكييف التاني معرفوش يركبوه. هنا التسريحة برضو وزعوا بعض الميك اب كده زي ما حضراتكم شايفين اللهم بارك. هنا العلب اللي جنب الدولاب دي بتاعت المفارش الزينة، فهم سابوها هنا عشان يعني تبقى تعينها فيها بعدين ما شاء الله. كان مفرش يعني العلبة من بره فرجة الوحيدة اللهم بارك. عملت لها بقى هنا بعض الملايات باقي زي ما حضراتكم شفتوا هناك اللهم بارك اللهم بارك. عملت لها رفين كده. عملت لها هنا بقى المفروشات بتاعتها، المفروشات غير اللي فوق دي زي ما حضراتكم شايفين. قولوا لي رأيكم بقى في شغلي في الدولاب. ربنا يسعدها يا رب يهنيها. عملت لها هنا بقى رف فوط كبير فوق، ومن تحت عملت لها علقت لها العبيان السمرة بتاعتها. عملت لها هناك الهدوم الخروج وعملنا العبيان السمرة من هنا عشان نسيب جزء العريس معاها. علقتها لها هنا كده زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا رب تدوب حاجتها في الهنا والبركة والسعادة. لو شغلي في شقة عروستنا النهاردة عجبكم متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة، وتدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم في الكومنتات، وتدعوا للعروسة كتير بالبركة والهنا والسعادة. ويا رب أشوفهم دايما في الفرح وأشوف عندهم الفرح دايما.
وتقولوا رأيكم بقى في شغلي ورأيكم في الشقة النهاردة. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وتدعوا لهم كتير كتير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان الجاي إن شاء الله إن شاء الله هيعجبكم. وأشوفكم إن شاء الله على خير وفي فيديو جديد وشقة عروسة جديدة، وسايبة لكم اللينك في صندوق الوصف أو التعليق مثبت والرقم على الشاشة. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.